الزمالك يتربع على قمة الدوري المصري بعد الفوز بهدف نظيف على بيراميدز في مباراة ممتازة قدمها بشكل ممتاز جدا. والحقيقة قبل ما تشيد بأي لعيب لازم تشيد بالكابتن معتمد جمال اللي بيقدم مباراة ممتازة، درس كروي قاسي ليورتيتش النهارده. معتمد جمال بيثبت كل يوم تقدير المدرب المصري امر مهم يا جماعة. المدرب المصري عنده كتير والله. الراجل بيقدم واحدة من امتع النسخ اللي شفتها في السنين الأخيرة لنادي الزمالك. الراجل النهارده في الشوط الثاني بيعمل حركة صايعة جدا، بيخرج واحد من نص الملعب اللي هو محمد السيد اللي كان مش بيضغط كويس في نص الملعب، وكان في مساحات كتيره في ظهره، وخلق منها بيراميدز فرصتين بتوع زلاكا وقطه في الشوط الاول. فبيخرجوا وبينزل فتوح وبينزل شيكو بانزا بيروح على الطرف مكان فتوح، وفتوح بيدخل في العمق، بيعمل نص ملعب ممتاز مع شحاته وعبد الله السعيد، وبيستحوذ الزمالك في الشوط الثاني مكتسح لحد ما سجل هدف. الراجل حركه ممتازه من معتمد جمال النهارده، تبديلات ممتازه وفي وقتها اعاده الثقه اللعيبه. ناصر منسي يعود من جديد. ناصر منسي بيقدم مباراه ممتازه في رايي، هو رجل المباراه مع بتزيرة. الاثنين يعني تختار مين فيهم الحقيقه، لكن ناصر منسي بيقدم مباراه مرعبه. رعب دفاع بيراميدز، مرعب في دفاع بيراميدز. اخطا اكتر من مره من كتر الضغط الرهيب اللي بيعمله اللاعب والغير متوقع. ناصر منسي مش بس فكره انه بيضغط ضغط قوي، لا ده بيضغط ضغط غير متوقع. عندك في لقطه ضربه الجزاء الراجل رجع الكوره، احمد سامي بص طبعا ليه بعيد، فرجع الكوره عادل الشناوي. الشناوي متوقع ان خلاص الكوره هتجيله، اي لعيب هيضغط ضغط سوري يعني يروح يعمل ان هو بيضغط وخلاص، لكن الراجل اقتحم ضغط على طول مباشر. الشناوي طبعا قلق، ملحقش يستلم الكوره، هوبا ضربه جزاء من العدم، خلق ضربه جزاء من العدم. في الحاله ناصر منسي قدم مباراه محترمه جدا، والحقيقه هو رجل المباراه في رايي مع بتزيرة. الاثنين تحتار النهارده. اما بتزيرة فمباراه محترمه. بتزيرة هو نجم الموسم من في رايي للزمالك من اول الموسم. بتزيرة لاعب مهم جدا يا جماعه، لعيب فنيا عالي قوي، واحد على واحد، سرعات، كل حاجه بيقدم لك مراوغات. عيبه الوحيد هو الفينش، زي ما قلنا الفينش عنده قليل شويه، لكن يعني لو طور الحته دي بصراحه يبقى وينج مرعب، وينج مرعب بكل المقاييس. كمان ناصر منسي برده محتاج يطور حته الفينش، انه مضيعه فرص كتير النهارده. المباراه دي كانت تخرج اقل حاجه 3-0 الزمالك. النهارده مباراه ممتازه من لعيبه نادي الزمالك. فتوح، حسام عبد المجيد المكتسح في خط الدفاع مع محمد اسماعيل. عندك في نص ملعب شحاته النهارده عمل مجهود وبذل مجهود كبير جدا. فالحقيقه مباراه محترمه جدا لنادي الزمالك. اما بيراميدز النهارده كان سيء جدا الحقيقه، كل اللعيبه كانت سيئه باستثناء الشناوي. يمكن الشناوي شال اكتر من هدف محقق، لكن غير كده اللعيبه كلها كانت سيئه جدا. الشيبي سيء، مايلي سيء، معظم اللعيبه سيئه النهارده. حتى مصطفى فتحي وزلاكا ما كانوش في الفورمه، لكن يعني لسه الدوري طويل. لكن الزمالك الحقيقه بيقدم يا جماعه، اعتقد ان لو الزمالك حقق الدوري فهيبقى ده اصعب دوري في تاريخ الدوري المصري، اصعب دوري يتولد من رحم المعاناه حرفيا. لكن هنشوف لسه الدوري الطويل، الاهلي موجود، بيراميدز موجود. هنشوف الفتره اللي جايه مين هيقدر يصمد، كمان سيراميكا هل هيقدر يكمل ولا لا، ده كله هيبان ان شاء الله الفتره اللي جايه. بكده يا صديقي الزمالك بيتصدر الدوري ب 40 نقطه، وبيفرق 3 نقط عن الاهلي وبيراميدز وسيراميكا اللي تساووا خلاص، بقوا كلهم هم الثلاثه 37 نقطه. لكن هنشوف الفتره اللي جايه مين اللي هيقدر فعلا، هل الزمالك هيقدر يستمر ولا فيها عوده للاهلي او لبيراميدز او سيراميكا. يا صديقي ما تنساش تعمل لايك الفيديو واشتراك في القناه، وما تنساش تشترك في القناه لان عندنا فيديوهات مهمه جدا ان شاء الله الفتره اللي جايه. وسلام.